هي اللي اثرت؟ لا ده سوء المهاره. ادي الاهداف احنا هنتابع، ده الهدف الاول. ده الاول هتتحط بالعرض هنا عند احمد عادل وهيدوس عليها ويحطها، وهنشوف وعلى فكره برضه بص لا كابتن رامي صبري نفس الكلام. هو رامي صبري النهارده يمكن النهارده يعني هو في حاله حظه سيء النهارده مش موفق خالص. دي التبريره الحلوه جدا لعادل مصطفى اللي لعبها بالعرض علشان احمد عبد الظاهر يحط الهدف الاول تعادل. ده هدف جميل. تعادل. قلنا التمريرات والحاجات الحلوه دي هتتحط هيضرب بسيط التسلل في الملعب، بسيط ضرب بسيط التسلل تمام، وهيستنى عليها عادل لغايه ما يروح يستنى عليها ويحط الكره زي ما هو عايز، يعملها لوب في الزاويه الثانيه لمنصف. ايوه وده الهدف الثالث. الثلاث اهداف يا كابتن جايين من ناحيه الشمال، من ناحيه الباك ليفت. يعني اذا في خلل موجود في ناحيه الشمال وبلا تغطيه يا كابتن. هو الطرف الشمال اللي بيلعب ده بيلعب في اعتقادي ان هو مهاجم مش مدافع. ان انت كل الاهداف اللي جابها بثلاث اهداف في المباراه، ثلاثه من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال كلها الطرف الشمال ده مش موجود، وما فيش تغطيه من قلوب الدفاع خالص او الناحيه العكسيه. الراجل اللي بيعدي واحد ده طبعا جول برضه خطا. طب خلينا يا كابتن شاذلي نتكلم على الهدف ده طبعا احنا كمحللين يعني. ايوه من بدايه بص يا كابتن، ادي هنا المساحات فاضيه، شوف الاستلام رغم الكثافه العدديه، وبيلعب انبي هنا كان في التوقيت ده بيلعب كامل العدد. شوف هنا بقى رامي بيعمل ايه، خد قرارين في واحده، هيرجعها الجول وهيلمها، فجت في رجله الثابته اللي هي رجله الشمال وتولد بقت بينه وبين مانو، قدر يستغلها بوبا وقدر يجيب منها الهدف الثاني. هدف طبعا مسؤول عنه كمان ابو جبل. ابو جبل برضك مشارك رامي النهارده في الحاله الغير طبيعيه في الاخطاء القاتله في الهدف كمان الثالث كمان. والهدف الثاني يعني الخطا الثاني ده خطا بدائي من رامي صبري. وبعدين اكد عليه. طب ايه اللي الحارس مرمى بيطلع فين يا جماعه؟ ده مش عارف ده فين وده راح فين يعني. ولازم المدرب بتاعه بقى ده يبقى درس للمدرب بتاعه، ازاي هو يوصل لثلث الملعب ناحيه الطرف. رايح فين ده؟ رايح فين ده قدامه لسه اللعيب فاضل له قدامه حوالي 30 40 متر عشان يوصل للمرمى. طبعا خطأ يحاسب عليه طبعا. حارس المرمى متهور، ما عندوش خبرة، راح في مكان غلط جدا. المفروض يبقى في حوار بين المدرب يا كابتن وحارس لا هي المباراة دروس في أخطاء المدافعين بالظبط. يعني المدافعين وحراس المرمى تفننوا في كل حاجة.